بصوا يا حبايبي، الفول الجميل اللي احنا دمسناه ده بدل ما نشتري من بره بمبلغ كبير وتلاقي حبه الفول صغيرين، نعمله في البيت احسن. ومش عارفين الاضافات اللي بره ضايفينها فيها ايه، لكن لما تعمليه في البيت بمكونات بسيطه هيعجبك جدا وهتاكلي حاجه مضمونه. غير كده الطعم هيبقى جميل وزي الزبده. يلا نشوف بقى المكونات مع بعض يا حبايبي، ونشوف الفول المدمس ده اتعمل ازاي. يلا نصلي على النبي ونشوف. وخلي بالكم يا حبايبي، في الفيديو عامله لكم المكونات ناقص فيها 5 فصوص توم، يعني ضيفه على المكونات اللي انت هتشوفيها في الفيديو 5 فصوص توم. بس الكاميرا ما جابتهاش. يلا حبايبي نشوف الفول الجميل ده اتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في معلومه مفيده معنا. النهارده حبايبي هقول لكم ازاي تدمسوا الفول بطريقه جميله واحلى من المحلات اللي دلوقتي بقى يبيعوا الحبه الصغيرين كده ب10 جنيه تجيبي حبه صغيره. فاحنا مش عارفين الاضافات اللي بيحطوها عليه ايه، فهنعمله في البيت عشان يبقى جميل وصحي وانت بتاكلي كده بيبقى اطعم من اللي بره بكتير. طبعا الفول اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي فول تدميس منقوع من امبارح بالليل. واخدين بالكم يا حبايبي؟ تنقعيه من بالليل، والاول تنضفيه وتغسليه وتنقيه وتشطفيه كده وتنقعيه من بالليل. نشوف بقى هنعمل ايه يا حبايبي. طبعا يا حبايبي هيتعمل في حله عاديه خالص. انا كمني مستعجله هعمله في حله الضغط، ممكن تعمليه في حله الضغط برضو. واخده بالك؟ هنا حله الضغط حاطه فيها ميه، الميه تغلي ننزل بالفول عليها. وبرضو لو حله عاديه برضو الميه تغلي تنزلي بالفول عليه. صلي على النبي بقى وتابعيني للنهايه علشان هتشوفي فول زي الزبده، والحمار بتاعه هيبقى جميل احلى من اللي بره بكتير. نيجي يا حبايبي بقى نشوف الاضافات اللي هنحطها على الفول. اول حاجه حبايبي دوت جزر مبشور، وديت طماطم مبشوره، وديت ليمونه كده صحيحه ما تفتحهاش، هتقولي هتمرر، بالعكس هتبقى جميله جدا ما فيهاش اي ريحه المراره. بعد كده بتبقى طعمها، تحط حبه ملح كده عليها وممكن تتاكل عادي، ولا بتمرر الفول ولا حاجه. حطيها بقلب قوي. وحبه رز ومعلش تحتهم حبه عدس اصفر. ودي يا حبايبي معلقه صلصه اهي زي ما انتم شايفين كده، دي معلقه صلصه. واخدين بالكم؟ حاجه بقى ضفتها على الفول يا حبايبي، واحد بتاع فول قالها لي، فوله جميل جدا، بيقول لي حطي 3 بصوا حاجات بسيطه كده من الحلبه اللي بتخلي الفول يلف، وجربتها فعلا خطيره يا حبايبي. نحطها على المقادير كده اهو. واخدين بالكم؟ بيقول لك بتخلي الفول يلف وبيبقى روعه، يعني بيبقى خطير بصراحه، بيبقى زي اللي في المحلات بالظبط كده. حبايبي بقى نستنى الميه تغلي ونحط عليها الفول، وبعدين المكونات ديت. المكونات اللي احنا عملناها دي يا حبايبي بتتحط كلها لو انت هتعمليه في حله عاديه، واخده بالك؟ لكن الرز بعد ما يغلي قد مثلا 10 دقائق تحطي الرز والعدس الاصفر عليه، واخده بالك؟ لان الرز ممكن ايه تحطيه على الفول من فوق كده عشان بيبقى عايم على الوش لما يغلي، لان في البريست طبعا مش هقدر ايه الحله اللي هي الضغط دي مش هقدر افتحها، فايه بحط كله على بعض. تمام يا حبايبي؟ يلا بينا بقى نحطه. هنا يا حبايبي الميه غليت، نحط عليها الفول. نحط بقى الفول يا حبايبي بعد ما الميه غليت زي ما انتم شايفين كده. كده يا حبايبي حطينا الفول، وبعدين المكونات اللي احنا حطيناها بقى الجزر مع الطماطم مع الرز مع العدس الاصفر. طبعا رز معلقه كبيره صلصه، الليمونه دي برضو ما تخافوش زي ما قلنا، 10 حبات كده حلبه زي ما قال لي السر الجميل دوت، فعلا بيخليها حلوه. يعني انا جربت الحاجات دي قبل ما اقولها لكم يا حبايبي. تمام. نشيل بقى المكونات الحلوه الجميله ديت نحطها على الفول. نحط بقى الطماطم، وبعدين اهي الليمونه. نخلي ايه الرز اخر حاجه هو العدس عشان ما ينزلش تحت، عشان ما يلزقش. نحط الجزر والصلصه مع العدس نخلي بقى الرز اخر حاجه يا حبايبي. بس حطينا كله اهو يا حبايبي. منظر جميل، وهتاكلي احلى فول مدمس
احلى من اللي انت شارياه. ممكن تحطي اكياس بقى في الفريزر، هيبقى جميل جدا معاكي. اي كيس تاخديه اي وقت فطار، اي وقت تحبيه هتلاقيه، بدل الشراء من بره مش عارفين الاضافات اللي بيحطوا ايه عليه. كده بقى حطيناهم على بعض. شوفوا الرز اخر حاجه ازاي، مش هنقلب ولا حاجه يا حبايبي، هنخليه زي ما هو كده. وبعدين نغطي الحله ونفتح عليه بعد ساعه، حسب الحله بتاعتك انت بقى، ممكن ساعه، ساعه ونص، يعني اخرك ساعه ونص. شوفوا الرز حطها على الوش ازاي عشان ما ينزلش تحت، يعني ما تقلبيش الحله، سيبيها كده. لان لما بتحطي برضو الرز في حله عاديه برضو بنسيبه كده علشان ما ينزلش في القاع، خليه ايه واقف كده على الوش علشان ما يلزقش في الحله. واخدين بالكم؟ لو في حله عاديه يا حبايبي طبعا بتسيبي ميه مغليه جنبك وتحطي اول باول، ما تحطلوش ميه ساقعه. لكن لو حله البريستو طبعا بنملى الحله على اساس مش هتتزود يا حبايبي، يعني لما نخلي مقدار ميه كافي وعشان مش هنعرف نعري الحله ونحط. خلاص تمام، والميه تبقى مغليه. لكن هنا انا هقفل عليها والميه بالزياده حطها عشان مش هينفع افتح عليها. يلا بقى نغطي عليه ونشوفه بعد ما يستوي يبقى زبده وجميل جدا. غطينا عليه حبايبي ونحط الصفاره بتاعه الحله وارجع لكم اما يستوي. يلا يا حبايبي بقى نشوفه بعد ما فات ساعه وربع، حوالي ساعه وربع كده. طبعا عمرنا ما نفتحها وهي ايه كده، لازم تتهوى خالص عشان طبعا خطر، لانها طبعا بتبقى معبيه هوا، وديت لا قدر الله بتعمل حوادث كتير، فلازم ناخد بالنا من حله الضغط. وطبعا يا حبايبي لو كان في حله عاديه، الحله العاديه بياخد قد 5-6 ساعات، لكن الحله الضغط بياخد طبعا اقل. فتحنا عليه يا حبايبي، طبعا هو لونه احمر جميل كده، بس الكاميرا هي اللي ظلماه. اهي الليمونه اللي احنا حطيناها لونها زي المسلوقه، هي مديه طبعا لون كده، هو اللون بتاعها اكنك مخللاها. نشيلها يا حبايبي ونشوف الفول، نشوف شكله ايه. هو طبعا لونه احمر زي ما قلنا، جميل جدا وزي الزبده، واضح كده من منظره انه استوى زي الزبده. حطيناه في طبق يا حبايبي، فول جميل وزي الزبده زي ما قلنا. بصوا استوى وخطير، بصوا على طول ازاي. بصوا يا حبايبي اهو، بسهوله انك ايه اهو. بصوا يا حبايبي اهو زي الزبده. اتمنى يا حبايبي بالخلطه اللي احنا عملناها تجربوه، هيعجبكم جدا. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، الفوله بتتهرس جميله واستوت جدا 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 اهي. شوفوا جميل ازاي، ولون جميل وريحته جميله جدا، ولا انيش اشتريه من حد مش عارفين الاضافات حاطينها شكلها ايه. اتمنى يا حبايبي تجربوه بالخلطه ديت، ان شاء الله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.